تعالوا شوفوا هذا الموديل مال اللبس، بس الزينبيات يلبسنه. شوف يبوي فلك طرشي والله عساس ما افتريت ان شاء الله. شنو هاي؟ شنو هاي؟ هذا الورا شنو ابويا؟ شباك تنفيس للجسم هذا شنو؟ ها؟ ورجعت شو طلعت من ورا فضيحه. هو هذا اللبس الزينبي؟ ها هيك صار؟ ما شاء الله والله خوش تطور هذا. ها هذا اللبس الاسود بعاشور، سمعتين يا العوبات؟ هذا لبس كان بعاشور تلبسن هيجي ليش؟ لان حزينات على زينب ذمة عيني. ايوه حزينات زين يلبسن مثل هيجي ملابس. ها ومستور، لا ترى هو مستور. ايه مستور هو، ها عيني مستور. بس شنو ظهرها طالع؟ شكو بيه ظهرها طالع تنفيس. الجو حار شويه، الجسم هم يراد له شويه هواء يدخل له. ما ادري شنو كان منين يدخل له الهواء؟ اذا من ورا مخنوق ومن قدام مخنوق كان منين يدخل له الجسم الهواء؟ ها عيني. فلازم يخلون شباك، ونحمد الله ونشكره الشباك ما نازل لجوا بعد. هاي هي بعد صرنا كارثه. ها هم زين نحمد الله ونشكره الشباك ما نازل للجو كلش، يعني زين نعتبره مستور طالع بس الظهر. حتى شنو؟ حتى يطل الجسم، يدخل للجسم هواء حتى الجسم ينتعش. لان تدرون القماش الاسود يسحب الحرارة ويجعل الجسم متلهب ويجعله يعرق. لذلك صممنا ملابس للزينبيات انه نفتح لهن فتحة من وراء شباك حتى يدخل لهن الهواء للجسم وتتداور الهواء بالجسم. زين عاشت ديتشن يا الزينبيات. اي والله على هذا اللبس عاشت ديتشن يا العوبات، يظل طول عمر كان عوبات. زين ومال كان رداد. لا والله العظيم من الغسل غسل كان وغسل حظ كان كوني والله.